الخبر الاول اللي عدنا عن احمد حسن وزينب والعمل الخيري اللي يريدون يسووه. فاحمد حسن وزينب نزلوا على حسابهم بالانستغرام هذا البوست واللي كانوا كاتبين بيه انه قررنا نبني مسجد راح يكون صدقه لوجه الله تعالى. اما بالنسبه حيسالون عن السبب فيقولون السبب الحريق اللي صار على سيارتهم انه الله نجاهم ما كانوا بداخل السياره فقرروا انه يبنون هذا المسجد كصدقه لوجه الله تعالى. وصراحه هي حركه كلش حلوه من احمد حسن وزينب، فاكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شو رايكم حركه احمد حسن وزينب، وطبعا اكيد ادعوا لهم بالتوفيق والله يوفقهم يا رب. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجات اليوتيوبر. فاول يوتيوبر اللي عدنا هو محمد جواني. فجواني نزل على حسابه بالانستغرام هذا البوست واللي قال بيه انه بكره حينزل مقطع وبهذا المقطع راح يحكي بيه اسرار وحقائق صار لها 10 شهور ساكت عليه. وطبعا اغلب المتابعين توقعوا انه جواني راح يفضح بلسان اسماعيل باكر. اعطيكم هذا البوست شوفوا. اسمعوا بس دقيقة موضوع مهم. هذا يمكن يكون اخر فيديو بقناتي، شغلات اللي محتفظ فيها 10 شهور لازم اثبتها للناس كلياتها. لازم تتابعوا الفيديو. جماعة الفيديو بكرة على الساعة 4 على قناتي، استنوا بحبكم. اما اليوتيوبر الثاني فهو نارين بيوتي. فنارين نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري واللي كان من داخل المستشفى بحيث مثل ما شايفين بالصوره، وكانت كاتبه لي فوق انه الفيديو اليوم راح ينزل بعد ساعتين ولكن المقطع شويه تاخر. اتوقع المقطع حاليا نزل لكم، والله شافيها يا رب شنو المكان بيها والله يشفي الجميع. الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم متابعين يارا مار على قمر مار. فقمر نزلت هذا المقطع على قناتها باليوتيوب، واول ما نزل المقطع تعرض للهجوم من فانزات يارا. وهاي من الكومنتات اللي جتي بالانجليزي يريدون يجمدون المشاهدات على المقطع، ولكن متابعين قمر مار قدروا يوقفون هذا الهجوم، ولكن اتوقع ان المقطع شوي انضرت مشاهداته. اما اللي يسأل عن السبب فالصراحه ما ادري شنو سبب هذا الهجوم، اللي يعرف السبب يكتب لنا بالكومنتات ليش صار هذا الهجوم. الخبر الرابع اللي عدنا عن محمد جواني وقصفه لانس الشايب. فجواني نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري واللي كان بيه محمد جواني وانس الشايب كان يسوون تيك توك. المقطع قديم. المهم واحد من المتابعين كان يقول لجواني معلم الرخيص بيبقى رخيص طول عمره اما الغالي بيبقى غالي طول عمره، اتمنى انك فهمتني. فيرد عليه محمد جواني مع الاسف هالشيء انا بعرفه وتعلمته مع كثير ناس، ومشان هيك بكتفي بكلمه واحده واللي هي كل شخص بيعمل اللي باصله. وطبعا اكيد واضح انه هو يقصد انس الشايب بما انه حط له فيديو مالته ويقصد انه انس الشايب شخص رخيص. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم قصف محمد جواني لانس الشايب. وبس والله هنا وصلنا لنهايه المقطع. اتمنى المقطع عجبكم، لا تحطوا لايك، اشتركوا بالقناه، شاركوا في زي ما قناه مملكه القصص، وشكرا على اللي كانت المقطع السابق. وبس مع السلامه.